السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا مشاهدي قناتكم قناة قانون بودكاست. اليوم غادي نتكلم على موضوع مهم جدا، خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم عقارات غير محفظة أو تيفكروا في شرائها. اليوم الحكومة المغربية بعد جدل كبير اتخذت مجموعة من القرارات مهمة جدا، ويقدروا يأثروا على القيمة ديال هذا النوع من الأراضي، ولا سيما ملي أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن الحكومة ستقوم بإصدار مجموعة من القرارات المهمة والتي ستغير طريقة التعامل مع هذا النوع من الأراضي. ومن أبرز هذه القرارات هو محاولة الحد من تداول الملكية أو التصرف في هذا النوع من الأراضي. وهذا الشيء تيبان بشكل واضح ملي قال السيد الوزير أن المحامي ما غاديش يبقى عنده الإمكانية يكتب عقود التنازل عن التصرف، واللي كما لا يخفى على الجميع أنه أحد من أكثر الطرق التي اللي تيستعملوها المغاربة لتداول التصرف في هذا النوع من الأراضي، في حين تيبقى كل من العدل والموثق الجهات الآمنة والوحيدة اللي المغاربة يقدر يعتمدوا عليها باش يبيعوا ويشريوا الأراضي ديالهم غير المحفظة. ومن بين الأسباب اللي اعتبرها وزير العدل أن خاص القطع مع التعامل مع هذا النوع من الأراضي أنه تعتبر من أهم الطرق لتبييض الأموال، وذلك بعدة طرق من بينها تضخيم أثمنة العقارات من أجل تبرير انتقال مبالغ مالية كبيرة، إنشاء عقود بإيجار مزيفة أو وهمية لإيحاء بأن الدخل مصدره إيجارات شرعية بينما هو في الواقع وسيلة لشرعنة الأموال غير المشروع. ثاني إجراء قرره وزير العدل، ومن الحوايج الغريبة واللي المغاربة عمرهم سمعوها ولا تعاملوا بها، أن السيد الوزير قال سيتم تضمين عقود العقارات غير المحفظة برمز QR، والذي يحتوي على جميع المعلومات حول العقار ويحدد موقعه بدقة، وذلك بعمل مشترك مع المهندس الطبوغرافي. دابا نجيو للسؤال المهم: واش غادي ينخفض الثمن ديال هذا النوع من العقارات بعد هذه الإجراءات؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفو. أصلا الأراضي غير المحفظة كانت دائما أقل قيمة من المحفظة، والمستثمرون والبنوك ما كيتعاملوش بها بسهولة، ما تعطيوش قروض بضماناتها، وبالتالي أي تشديد إضافي غادي يزيد المخاطر بالنسبة للمشتري، يؤدي لانخفاض الطلب عليها، وكنتيجة لذلك غادي تنقص القيمة ديالها السوقية. وأخيرا، إذا عندك أي سؤال في هذا الموضوع حطه في كومنتير، ولا تنسى الاشتراك في القناة ووضع